السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما طيبين وبخير. قبل أي شيء ما تنساش تصلي على حبيبك المصطفى وتذكر اسم الله في التعليقات. طبعا يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على أفضل أيام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. تخيلوا بقى إن العشر أيام دول فيهم يوم واحد بس ممكن يكون سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوب سنين كتير جدا. يوم واحد بس ممكن دعوة فيه تغير حياتنا كلها. يوم واحد بس ممكن تتفتح لنا فيه كل الأبواب اللي انت كنت فاكر إنها مستحيل إنها تتفتح. اليوم ده طبعا هو يوم عرفة، وأعظم يوم في السنة. اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه ناس كتير جدا من النار، بيسمع الدعوات، بيفتح أبواب الرحمة بشكل إحنا ما كناش نتخيله. بس المشكلة بقى الكبيرة اللي ممكن تقابل الناس إن في ناس كتير جدا بيدخل عليهم اليوم ده اللي هو يوم عرفة وهم للأسف مش مستعدين. اليوم ده بيعدي عليهم زي أي يوم عادي، شوية نوم، شوية موبايل، شوية كلام وضحك، وفجأة اليوم يخلص من غير ما يحسوا بأي حاجة، مع إن اليوم ده ممكن يغير كل حاجة بالفعل. علشان كده الفيديو ده مهم جدا إن احنا نسمعه، لأننا هنتكلم فيه عن الاستعداد الحقيقي ليوم عرفة. مش مجرد شوية كلام بنسمعه كل سنة وخلاص، لا احنا بالفعل هنتكلم عن حاجات بسيطة لكن تأثيرها كبير قوي. أول حاجة لازم تعرفها إن يوم عرفة ده مش للصالحين وبس، لا يوم عرفة ده مش للناس المثالية وبس، يوم عرفة ده لأي حد قلبه تعبان، أي حد مهموم، أي حد نفسه يبدأ من جديد مع ربنا. حتى لو كنت مقصر، حتى لو انت عندك ذنوب كتير قوي، حتى لو انت حاسس ان انت بعيد، باب ربنا يا جماعة عمره ما بيتقفل. ومين عالم يمكن يوم عرفة ده يكون هو البداية الجديدة ليك. علشان كده من دلوقتي حاول تجهز قلبك، اقعد كده مع نفسك شوية، استغفر ربنا بصدق، كلمة من قلبك. قول يا رب أنا تعبان، يا رب نفسي أتغير، يا رب نفسي أقرب منك. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة ما بيردش حد رايح له بصدق أبدا. ممكن الحاجات المهمة جدا قبل يوم عرفة، ومن أهم الحاجات إنك تسامح أي حد زعلان، لازم تسامح. ما تدخلش اليوم ده وقلبك شايل من حد أي حاجة، لأن القلب اللي مليان زعل وتعب بيكون صعب قوي يحس بحلاوة العبادة. وكمان من أجمل الحاجات اللي ممكن تعملها إنك تكتب كل دعواتك في ورقة. حاول إن أنت تكتب كل حاجة نفسك فيها، حتى الحاجات اللي أنت شايفها مستحيلة. اكتب دعوات لأهلك، لبيتك، لولادك، لمستقبلك، لرزقك، للراحة، للشفاء، لأي حاجة نفسك فيها. وبعدها ادعي وانت متأكد ان ربنا سبحانه وتعالى قادر يغير كل حاجة في ثانية. من أكبر كمان الأخطاء اللي الناس كتير بتعملها يوم عرفة إنهم يضيعوا اليوم كله ويقولوا لسه بدري، وفجأة تبص تلاقي المغرب قرب وهم لسه ولا دعوا ولا ذكروا حتى ربنا، مع إن أعظم وقت للدعاء بيكون قبل المغرب. علشان كده حاول من أول اليوم تقلل أي حاجة تضيع وقتك. قلل الموبايل ويا ريت تسيبه خالص، ابعد عن أي حاجة تشغلك. خلي اليوم ده بالنسبة لك يوم مختلف فعلا. ابدأ يومك بالذكر، الاستغفار، قراءة القرآن لو حتى صفحات بسيطة. كتر جدا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. حاول تقول طول اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. حاول تكبر، خلي لسانك دايما راتب بذكر ربنا. الأهم من كل ده إن قلبك يكون حاضر، ما تبقاش بتقول كلام وخلاص، لا حاسس بحاجة ولا شايف حاجة. لازم تحس بكل كلمة، ولما تيجي تدعي اوعى تستعجل. ما تقولش أنا دعيت قبل كده ومفيش حاجة حصلت، لا، ادعي وانت متأكد ان ربنا سمعك، وانه سبحانه وتعالى قادر يغير لك حالك كله. مين عالم يمكن الدعوة اللي هتقولها في يوم عرفة تكون سبب ان حياتك تتغير للأفضل. ناس كتير فعلا حياتها اتغيرت بدعوة صادقة في اليوم ده. علشان كده اوعى تضيع الفرصة. لو تقدر تتصدق حتى لو بحاجة بسيطة اعمل كده. لو تقدر تصلي ركعتين بخشوع، ركعتين بس يا جماعة بس بخشوع، اعمل كده. لو تقدر تبكي بينك وبين ربنا اوعى تتأخر حتى لو شوية بسيطة، اعمل كده، لأن اللحظات دي غالية جدا. وكمان هي قبل المغرب بساعة، اللي هي قبل المغرب بساعة. حاول تقعد لوحدك شوية، ارفع ايدك لربنا، احكي معاه، قول له كل اللي جواك. ما تتكلفش في الكلام مع ربنا، اتكلم بطريقتك العادية. قول له يا رب انا نفسي ارتاح، يا رب اصلح لي حالي، يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب اكبر بخاطري، يا رب غير لي حياتي للأحسن. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيع دمعة
خرجت من إنسان بصدق. تذكر دايما إن أخطر حاجة مش إن يوم عرفة كمان يعدي، لأ، أخطر حاجة إنه يعدي من غير ما قلبك يتغير. فحاول على قد ما تقدر تعيش اليوم ده بقلب مختلف، بقلب مشتاق لربنا. مين عالم، يمكن يوم عرفة ده يكون فعلا البداية الجديدة اللي انت مستنيها بقالك سنين طويلة. لو وصلت لحد هنا، اوعى تنسى تصلي على حبيبك المصطفى وتذكر اسم الله في التعليقات. شكرا جدا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.